هلا بمصطفى، كيفك؟ يلا نحن دقيقة إن شاء الله بنبلش. طيب حنبلش يا مصطفى. المرة الماضية مصطفى اشتغلنا بدرس مهم جدا اسمه مناهج علوم الطبيعة. بهذا الدرس حكينا عن المقدمة وقلنا إنه الظواهر اللي بتحيط فينا هي مهمة جدا، وهيدي الظواهر لها علاقة بالطبيعة. وأكيد هيدي الظواهر بتتنوع، منها الظواهر الفيزيائية زي سقوط الأجسام والصوت والطاقة والضوء، منها ظواهر كيميائية اللي بتدرس التفاعلات مع بعض البعض، وظواهر زي علم الفلك. كلهم هيدول مهمين، عشان هيك العلماء تبعون الفلاسفة بحثوا فيهم وشافوا شو المناهج اللي لازم نحطها لدراسة هيدي الظواهر. هلا اختلفوا، قالوا هل نعطي الأولوية للملاحظة أم الأولوية للفرضية؟ والمرة الماضية حكينا عن فكرة الملاحظة، وقلنا أن العالم يفرض نفسه كما هو، وعلى الإنسان أن يأتي إلى المختبر ويضع عباءته خارج المختبر، يعني كل أفكاره المسبقة تكون ملغية. ليه؟ لأنه أنا ما فيني أقول والله مصطفى عرابي مثلا هو تلميذ متأخر. اليوم مصطفى عرابي أول واحد فات. هلا شربل، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ صباح أستاذ. صباح النور. فشروط الملاحظة العلمية تكون هادفة مش عشوائية. يعني أنا إذا بدي أنزل على الكورنيش بدي ركز، بدي أعمل فوكسينج على شو عم بتطلع، أو إذا بدي أعمل بحث علمي بدي أطلع على شيء محدد. اوكي، موضوعيه. قلنا انه انا مش دائما اكون متحيز، مش لانه بحبه لشربل دائما والاحلى تلميذ وحبيبي وقلبي وحياتي. احيانا ممكن يكون هيك وممكن يكون لا. او اذا شربل دائما بشاغب بالصف، هالمره ما شاغب، هالمره بقول انه برافو عليه ويعطيه العافيه. نفس الشيء لما احكي عن ظواهر زي القمر، بدي احلل طبيعته وتركيبته، مش اقول والله يا حلو وجميل. فبدي اقول انه هو يعكس ضوء الشمس، مكون من هالمواد. لذلك الملاحظة العلمية مهمة جدا. ايه، رجع الانترنت، هنعمل شير طيب، كلكم شايفين الشير؟ حكينا عن الملاحظة العلمية وشروطها، وانتقلنا مع بعض على شو الحجج اللي قالوا انه هي الملاحظة الاساس للاختبار. وقلنا انه الملاحظة والتجربة بتسقط اي نظرية، والدليل على ذلك انه الشمس كانت النظرية عنا انه هي ثابتة، لكن بالملاحظة العلمية وبإرسال الأقمار الصناعية في شيء بيقولوا له مسبار، اللي هو بس عبارة عن زي ما بيقولوا قمر صغير بيبحث عن أمور علمية
معينة وممكن ينزل على سطح المريخ أو ما شابه، فنصير نكتشف حقيقة هذه الكواكب، والأفكار المسبقة النظريات ممكن تسقط. لكن النقد على موقف التجريبيين، قلنا هل العبرة بالإنسان اللي بيلاحظ أو بالأفكار اللي عنده؟ يعني كل الناس بتلاحظ، لكن نيوتن الوحيد اللي اكتشف قانون الجاذبية لما لاحظ إنه التفاحة وقعت على الأرض. فالعلماء هن اللي بيلاحظوا، الناس اللي بتفكر هي اللي بتعطي نتائج. أوكي، بعدين إذا كانت الملاحظة أو التجربة أو العالم الخارجي هو اللي بيفرض نفسه، طيب ليه بعدين بنكتشف إنه في غلط؟ ما هو العالم كان زي ما هو، ما تغير. إذا معناتنا فهمنا للعالم الخارجي هو اللي اتغير. اليوم هنحكي مع بعض عن الموقف العقلاني. هنروح عند شربل تقرأ لنا بس العبارة الفرضية. تفضل. الفرضية هي الفكرة الجديدة التي يدعمها العالم بهدف تفسير يبدعها العالم، يعني العالم نعم. بهدف تفسير واقعة طارئة أو حادثة مستجدة. انتوا وهي بتلاحظوا لما الافتراء. بنحكي عن فرضية بدراستنا فبنقول الفرضية هي فكرة أولية. يعني أنا لما بحط فرضية بسأل هل هالشيء صحيح أم غير صحيح. هذه ميمو بتسلم عليكم، بتقول لكم صباح الخير، هي كمان عندها أونلاين. قولي لهم هاي. يلا قولي لهم باي. تفضلي بابا، شطورة. فالفرضية إذ ما في صورة. ما في صورة، تمام. لازم هلا بينت صحيح؟ هي شربيل بينت الصورة. إيه هلا تمام. فالفرضية هي فكرة أولية، عشان هيك نحن لما نقول الإشكالية هي الفرضية. يعني أنا بدي أقول هل منبلش بالملاحظة أم منبلش بالفرضية أو يعني بلش بالتجربة أو منبلش بالفرضية. شو المقصود بالفرضية وليه سميناها إشكالية؟ أنا ما فيني أقول زي جبل شيخ الوادي منتهية. شو يعني منتهية أو الموضوع انتهى؟ يعني ما في مجال للحوار، ما في مجال للحوار. هيدا حسم للموضوع وأصبح واحد لحاله قرر. أما لما نحكي مجال للحوار هيك أو هيك صار في تشارك وصار في عندي موضوع ينحكى. لما أنا بدي أنهي الموضوع بقول منتهي، خلص الموضوع. طيب هل الحياة هي وجهة نظر واحدة؟ هل يا شربل لاحظت إنه كل الأفكار اللي أنت فكرت فيها كلهم طلعوا صح؟ سؤال لك. لا أستاذ. لا، مستحيل. لذلك بالفلسفة أو بأي موضوع اجتماعي أو علمي بنحط فرضية، يعني بنحط سؤال بدنا نجاوب عنه. هل كل الأجسام تسقط إلى الأرض؟ هذه فرضية نيوتن. قال لك التفاحة أوكي، طب القمر ليه ما سقط؟ قال لأنه في بعد في الجاذبية بين القمر والأرض، مش إنه ما بيحبوا بعض جاذبية يعني وكيمستري زي ما بيقولوا شيمي، مش هيك بنقولهم بالفرنسي، ما في بينهم كيمستري. لا، مقصود إنه ما في جاذبية قوية تشد الأجسام. طب ليه الطيارة ما بتسقط لما بتطير؟ لأنه هي بتشتغل على موضوع خرق الجاذبية أو التخلص من الجاذبية. عشان هيك أصعب شيء هي طلوع الطيارة وهبوط الطيارة. أما فوق لا، بتضل ماشي وما في مشكلة. مصطفى غدرنا، ما بعرف، أو غدرنا زي ما بقولوا. طيب لأنه هو ما عنده مايك وما عنده مشكلة أمور. الفرضية هي مجهود عقلي يهدف إلى إيجاد حل، لكن الخطأ في الفرضية لا يعتبر دليل نقص أو ضعف، لكن هو ضروري. بدي يكون شكاك، بدي يكون دبوس. شو يعني دبوس؟ بمعنى
هل هالشيء صح أو لا؟ طب لو أنا عارفه صح، هل يا شربل راح فتش عن إنه صح أو لا؟ هو أنا عارفه صح، خلصت القصة، صارت منتهي. هنشوف اليوم الفرضيات اللي هن كبلر حط 19 فرضية، نقرا لنا إياهم، نقراهم. كبلر اتسع 10 فرضية ممكنة لخط دوران المريخ حول الشمس حتى وصل إلى اكتشاف حقيقة هذه دور الفردية دون أن يقلل من أهمية التجربة. في قوله الفكرة يعني هي أنا مبدأ. كعالم حط 19 فرضية. أيضا اللي اخترع اللمبة عمل مئات الاختبارات وتفقع معه اللمبة. مرة يقول لك الأزازة هي اللي مش منيحة، مرة يقول لك السلك اللي أنا حاطه جوا الأزازة هو مش منيح. ضل يجرب للاقى الكمية المناسبة بين أو التناسب بين الأزازة اللي هي الغلاف تبع اللمبة والشريط اللي موجود جوا، وزبطت معه لأنه كان عم بيحاول. دائما الفرضية هي محاولة. هنروح نحن وياك على مزيد من هذا الموضوع وبنحكي عن اوكي، هنحكي انا وياك عن هنري بونكاري. تمام. شو قال هنري بونكاري؟ تفضل شربل، عم نعذبك معنا لانه بآية ما طلعوا. رأسي طيب. هو عالم الرياضيات فرنسي له أبحاث مهمة في فلسفة العلوم، فيعتبر خبر مدافع عن أولوية الفردية إذ يقول خير مدافع، يعني هو أحسن إنسان دافع، يعني هو أكثر إنسان حكي بطريقة مناسبة. تفضل. إن التجريب دون فكرة سابقة غير ممكن لأنه سيجعل كل تجربة عقيمة. بمعنى إنه أنا إذا رايح لفتش على شيء، يعني هل فكرك نيوتن التفاحة اللي خلته يكتشف قانون الجاذبية؟ لا، هو كان عم بفتش على هالموضوع. نيوتن كان عم بفتش على هالموضوع. لو ما عم بفتش ويبحث عن قانون الجاذبية ما لفت نظره التفاحة، كان قال لك والله ما شاء الله طيبة حلوة شكلها رائع، لأنه كان عم بفكر، ببلش يشوف الأمور. ودينيا إذا أنت عم تعمل شيء الله بيساعدك فيه، هيدي يبعث لك كل الدنيا لتساعدك. تمام؟ بقول بونكاري كومة الحجارة من نبات، بدك حدا يصمم بيت ويعمر هالحجارة بطريقة التصميم الذي وضع. من هون فصارت فكرة أهمية الفرضية، مش ناخذ العالم الخارجي، يعني أهمية العقل. زي كأنه في ناس بمخك عم بيشتغلوا في ناس عم تشتغل وفي جانب آخر عايش الحب والمشاعر والأحاسيس، وهدول ضروري يكون في كونكشن بيناتهم. لما يخلص الواحد من شغله يروح على المشاعر، أو هو بشغله يفكر بالمشاعر والأحاسيس حتى يتطور. والعمل العقلي شغال مكانات عم تشتغل لاكتشاف العالم. وإذا بتعرف أكثر، نحن اليوم عم نستخدم 10% من قدراتنا العقلية، وأكثر إنسان بالحياة استخدم 10%، وحتى بيقولوا هلأ عم بتقل. طيب ليه هذا الكلام؟ نحن بنعرف إنه الإنسان لم يكن عايش وين؟ بالأرض، عايش بالجنة، ولكن نزل على الأرض فتعطلت بعض القوى الخارقة اللي كانت عنده، اللي هي كان عايش فيها بالجنة، لأنه بالجنة في قدرات أكبر في الحياة الأبدية. من هون تيجي فكرة إنه هدول بعضهم موجودين عندك، لما نرجع على الحياة الأبدية حنرجع نستعمل هذه القدرات.
فالحجج تبعين العقليين شو كانوا؟ تفضل. أصبحت علوم الطبيعة تعتمد كليا على الرياضيات، حيث أن أي تفسير في علوم الطبيعة لا يمكن التعبير عنه بمعادلة رياضية لا يؤخذ به. الرياضيات بدها شو؟ بدها عقل أو لا؟ بلى. هل الرياضيات هي تركيب مواد مع بعض؟ مواد زي المختبر بالكيمياء؟ لا. لا، عملية التركيب. بس هل أنا بركب أي شيء عشوائي ولا بناء على أفكار؟ على أفكار. فهذه هي معادلة رياضية. حتى الأمور الكيميائية تركب على معادلات رياضية. أنا بعرف إنه كل 2 H مع O بيعطوك مي، فبتركب من هيدا ومن هيدا بيعطوك السائل اللي هو المي. حساب التفاضل يعني مقصود فيه والتكامل بالرياضيات، ما بعرف شو بيقولوا بالانجلش بالفرنسي عفوا، لكن هو الاناليسيز التحليل. تمام. وعندك الفاكتورايزيشن اللي هن المشتقات والتفاضل، وكل هيدول هن علم عبارة عن قوانين بتبلش من بداية وبتخلص بنهاية، بتركب شغلتين وبتوصل لنتيجة. لكن هل كل القضايا اليوم العلمية الطبيعية قادرين نلاحظها بالمختبر؟ أكيد لا، لأنه زي الذرة ما ممكن أنا أعمل انشطار للذرة عمليا بالمختبر. هو انشطار الذرة انفجار نووي. شفت لك شي عالم بيعمل انفجار نووي ليأكد على انشطار الذرة؟ ولا بحط الفرضيات وبركب الأمور وبروحوا بفجروا وبيعملوا تجارب علمية بأقصى وأعماق البحار؟ هل بيعملوهم بالمختبر؟ وفي منهم ما بيعملوهم، بحطوهم فرضية. يعني اليوم إذا بدي أحكي عن مسار الأرض، بنزل الأرض على المختبر وبقعد بشتغل فيها، ولا بحط كالكوليشن وحسابات؟ شو رأيك يا شربل؟ شيء أستاذ ما إيه، إذا أنا بدي أحكي عن مسار الأرض الكرة الأرضية، هل بنزلها على المختبر وبشتغل عليها أو بحط لها فرضيات؟ لا، بحط له فيه نعم، فرضيات. بحط لها فرضية. لذلك هيدي أهمية الفرضية زي ما حكينا فيها. طبعا هيدا الدرس لذيذ جدا، منه صعب من الدروس اللي مطلوبة أو مشتركة بين الاقتصاد والاجتماع والعلوم العامة والعلوم الحياة. فيني راقب، فيني اليوم أعمل اختبار بالمختبر، كلهم هدول بأكدوا على الفرضية إنه هي صح أو غلط. هنشوف النقد تبع الموقف العقلاني. الفكرة الفرضية تلعب دور في العلم ولكنها ليست سوى نصف العالم. أنا لما أحط فرضية، افترض شاب قال أنا بدي حب، هل بحب حلو ولا بدي حب صبية؟ حب صبية. إيه، أو بحب بيه أو أمه أو رجل دين أو بده يحب البيئة. فلازم شريك، طرف آخر. سيدنا المسيح شو قال؟ أحبه. مين بدنا نحب؟ مين بدنا نحب؟ غيركم. بغيركم أو أعداءكم. أنت بتعرف النكتة؟ ليه اللي أنت المرة قلت لي إياها ولا مين قال لي إياها؟ أنت قلت لي إياها. نعم. ليه بحب مرته؟ لا، مش أنا. لا مش أنت. واحد شاب من الشباب الطيبين قال لي بتعرف عنا ليه نحن بالمسيحية المسيحي بحب مرته؟ قلت له ليه؟ قال لأنه السيد المسيح قال أحبوا أعداءكم. هيدي النكتة اللي بيطلعوها على المتزوجين. إذا أنت حبيت عدوك وتمنيت للآخر الخير، هيدا بيعطيك صفاء ذهني، بتصير إنسان نقي، إنسان مش مفكر بالمشاكل. وأيضا يقال من أراد أن ينتقم فليحفر قبرين، قبر له وقبر لمن ينتقم له. ليه؟ لأنه عم بيقتل حاله. أنت منغاز من غيرك وغيرك مش عارف حتى أنك أنت منغاز منه. لذلك سامحوا الناس
ترتاح. فدايما الفرضية هي فكرتك تصافى وتسامح مع العالم والكون والطبيعة، وعيش بسلام مع البيئة اللي انت عايش فيها. انت بتأذي البيئة لما تكب نفايات ترجع تأذيك بصحتك. فشوف أهمية فكرة انه انا الفرضية هي نصف الحقيقة، نصف العالم، والعالم الآخر هو الموجود لازم أنا اتكامل معه. رياضيا قدر واحد يثبت دورات الكواكب، لكن علميا بعد 150 سنة قدروا يشوفوه لما اخترعوا تقنيات زي الأقمار الصناعية. الواقع بيسقط أهم الفرضيات صحيح، لأنه أنا قلت إنه الكرة الأرضية بتدور، أوكي، الناس بالقبل كانت مفكرة إنه ما بتدور. حدا كان يقول إنه الشمس ما بتدور ثابتة، اكتشفوا بعدين إنه الشمس تدور. دايما كل ما تطورت أدوات العالم من ملاحظة وتطور علمي بصير أسهل إنك أنت تحط فرضية. تمام؟ هيدا بيبقى لنا أنا وياك نروح على الخاتمة. شو المقصود بالخاتمة؟ هي التوليف. شو بدنا نقول أنا وياك بالأخير؟ لا يمكن، دايما بكل الفلسفة الأولى لا يمكن نعطي أفضلية لشيء على شيء آخر. لكن بالفلسفة نتفلسف نقول نعطي هالجزء وهالجزء وهالجزء وفق 3 مدارس. تذكرون 3 مدارس: العقلية، السلوكية، التجريبية، أو يعني الحسية الخارجية. العقلية غالوا فيها فأنكروا وجود الخالق، لكن ديكارت قال لهم فكروا بعقلكم، شكوا بعقلكم، فعمل العقل هو التفكير، ففكروا بالموجودات، هذا دليل على وجود الخالق. فأنا بالتالي اللي بغالي هون بروح على التطرف الإلحادي، واللي بغالي بالروحانيات وال زي ما بقولوا الزهد والنسك والرهبانية ما بيعيش الحياة اللي نحن عايشينها. تمام؟ فلذلك الوسطية بمعنى سلوكي يكون وسطي بين هون وهون هو الأساس. يعني ما معقول أعيش بالأفكار أو انغمس بالواقع، لازم فكر، أضبط نفسي. فسلوكك كمان بفرجي شو توجهاتك. لذلك هنقول ما فينا نتعصب لفريق على حساب فريق، يجب التكامل بين الفريقين. كمان أنا وبالمختبر ما بقول أنا بهاللحظة قاعد عم فكر، أنا بهاللحظة قاعد عم جرب. هل يعقل أنتوا عم بتجرب عم تلغي تفكيرك؟ لا. تلغي تفكيرك أنتوا عم بتجرب؟ لا. لا، مستحيل. فبالتالي أنا ما بلغي تفكيري أنا وعم جرب. لذلك قيل أن العلاقة بين مراحل مناهج علوم الطبيعة علاقة جدلية. شو هي العلاقة الجدلية الشهيرة بالحياة؟ مين الأول، البيضة أو الحجر؟ البيضة أو الحجر، ولا البيضة والدجاجة؟ ذكرني يا شربل. البيضة أو الحجر؟ ولا البيضة والدجاجة؟ شو العلاقة الجدلية بين مين ومين بدها تكون؟ من البيضة والدجاجة. صحيح، هذا المنطق. مين اجى قبل؟ ناس بتقول لك الدجاجة، بقول لك واحد لا البيضة جابت لي الدجاجة، وبضلوا يتجادلوا مين قبل مين. نفس الشيء. هل أنا هلا عم بحط فرضية ولا الواقع فرض علي حط الفرضية؟ طب هلا أنا عم فكر أو هلا أنا عم بشتغل؟ لذلك ما في شيء منفصل عن شيء آخر. هذا كل شيء خيي العزيز شربل. طبعا هذا الدرس مهم جدا، نحن شرحناه قبل بباوربوينت وهلا شرحناه من خلال أيضا باوربوينت ثاني. هو عندك أسئلة؟ أستاذ بس شو منسطر الباقي الدرس؟ هيديك المرة سطرت لنا. تمام. إذا نيجي على السكرين ونقول الموقف العقلاني، بنيجي بنقولها
يلا ثانية بس لا مناهج علوم الطب. تمام، هنفوت على ما بعرف ليه مش عم تاخد الشير ثانية بس. احنا هيدا هو اوكي لانه في اثنين مفتوحين. هيدا اللي مفتوح ايه هلا فهمت. هيدا اللي مفتوح عم بيعمل شير بس عم بروح على صفحة كانت مش بيضاء. بقول مش عم بيعمل شير بس هي صفحة سوداء طبعا. هذه مناهج الموضوع. تمام هلا بين. هنيجي انا وياك على التسطير ونبلش. واضحة الشاشة عندك شربل؟ ايه شربل واضحة الشاشة؟ يا أستاذ. تمام. بنقول الفرضية هي الفكرة الجديدة يبدعها العالم لتفسير حادثة مستجدة. طبعا فينا نحط انه شو الفرضيات وشو الشغلات اللي بدنا اياها بس منن كثير ضروري. فالفرضية هي أستاذ الفكرة الأولية. بس ترجيها دقيقة لصورها. تمام تمام. يعني أول سطرين. ايه اوكي ماشي الحال. الفرضية هي الفكرة الأولية يضعها العالم كحل المشكلة العلمية. الفرضية مجهود عقلي لإيجاد حل وتبرز عبقرية وإبداع العالم في الفرضيات. تأتي نتيجة تأمل في المسألة المطروحة. فينا نحط هيدي عبارة لذيذة، البعض اعتبرها وحيا من الخالق. هو فعلا صحيح. يعني أنا لما بفكر بشيء هيدا الله سبحانه وتعالى أراد لي إنه أنا أفكر. الخطأ في الفرضية لا يعتبر نقص بل ضروري لاكتشاف القانون. مثال عليها كبلر حط 19 فرضية لخط دوران المريخ حول الشمس. وبقول الفكرة مبدأ كل اختراع، إليها ترجع كل مبادرة. تمام؟ معي تمام. شربل؟ طيب نرجع بنقول هنري بونكيري بقول التجريب دون فكرة سابقة غير ممكن. لأن الملاحظة الخالصة والتجربة الساذجة لا تكفيان لبناء العلم. تجميع الملاحظات لا يعتبر علما. وضروري نحطها كومة الحجارة ليست بيتا. فينا نحط شغلة بسيطة هون. بالقرن العشرين كارل بوبر شو قال؟
ركز على الفرضية. أستاذ ما لحق تصورها. ايه ما بأثر يعني. معك. ماشي الحال. ركز على الفرضية، يماهي بينها وبين النظرية. فالفرضية هي نظرية أولية تحتاج إلى التعزيز. الحجج: علوم الطبيعة تعتمد على الرياضيات. تفسير علوم الطبيعة لا يمكن التعبير عنه بمعادلة رياضية لا نأخذ به، أو اللي ما بنعبر عنه بمعادلة رياضية ممنوع. كل النظريات الكبرى كان يسبقها اكتشاف الرياضيات. موضوعات علوم الطبيعة لم تعد قابلة للملاحظة كالذرة والنانو اللي هو أقل من الذرة. يعني في الثاني وفي أقل من الثاني. وفي عالم مصري اسمه زويل اكتشف الفنتوثاني اللي هي أقل من الثاني وأخذ جائزة نوبل. رح نختم مع بعض بالتعليم ونقول: نقد الموقف العقلاني. الفكرة يعني الفرضية تلعب دور في العلم، ولكنها هيدي الأساس اللي بدنا نركز عليها، ليست سوى نصف العالم. هي نصف العالم. الفكرة سؤال، الجواب عبر الواقع والاختبارات. لم يثبت فلك أورانوس واقعيا رغم أنه لقوه رياضيا إلا بعد 15 عام ولا 150 عام. 150 عام. الواقع يسقط أهم الفرضيات. هناك علاقة جدلية بين تطور العلوم وتطور العلم. نيجي على الخاتمة. التعصب أعمى كلا الفريقين عن رؤية التكامل بين خطوات المنهج التجريبي، ومنهج التجريبي بده خطوات. تتكامل الفرضية والملاحظة والاختبار لتفسير الظواهر والمشكلة. العالم لا يسأل نفسه لما بيقوم بأبحاثه ماذا يعتمد في هذه اللحظة واللحظة التي تليها. هو يعمل كل خطوة يحتاج إليها في الوقت المناسب، لا يفصل بين خطوات المنهج التجريبي. لا إمكانية لهذا الفصل. قيل أن العلاقة بين مراحل مناهج علوم الطبيعة هي علاقة جديدة. فيك تصورها. مش الحال. ميرسي. ماشي حبيبي، أنا فكرتك عم تعلمهم، بس إذا عم تصورهم كمان ممتاز. ماشي، بدك شيء يا عمر؟ لا سلامتك. يعطيك العافية.